السلام عليكم، جيسبر كامل راكم لاباس وصحتكم بخير. عودة مجددا للوصفات الاقتصادية والبسيطة. عدت لكم حبيباتي لقناتكم وصفات نفولة بعد غياب مدة. اليوم حبيت نشارك معكم هذه الطلبية اللي كانت عندي، طلبية صابلي الليمون بكريمة منعشة ورائعة بزاف بطريقة سوبر كريم الليمون اللي صنعتها في المنزل وبقلاصاج، يعني كل شيء شاركته معكم اليوم. هاد الصابلي بزاف هايل، وشاركت معكم حتى سعر هاد الطلبية يعني للمبتدئات للحلواجيات اللي راهم يعني مع غلاء الأسعار وكاع مش عارفين كيفاش يحسبوا السعر. فاليوم بغيت نشارك معكم من الأول للآخر حتى السعر يعني وجبتها لكم. نبدأ بسم الله على بركة الله. اذا هنا عندي بالنسبه للصابلي عندي 400 غرام، يعني هذيك تاع الطله راني قال عاملها غير 100 غرام نتاع زبده. عندي كاس تاع الشاي نتاع الزيت، عندي كاس ناقص ربع نتاع سكر رطب. بالنسبه للكاس تاع الزيت اللي درته يعني كاس تاع الشاي بصح من هذوك الكبار، يعني نوعيه شويه كبيره. اذا درت كاس ناقص شويه تاع الزيت، ودرت كاس تاع هذاك الكبير تاع ليموناد نقصت منه ربع تاع سكر كلاص. راح ندرب هاد المكونات مليح بالباتور، يعني حتى يتجانسونا يدخل هذاك الزيت مع الزبده ومع السكر مليح مع بعض حتى نتحصلوا على هاد الكريمه. يعني هاد المرحله نجمو نقولوا ضروري، يعني حتى يتجانسونا المكونات مع بعض باش ينجح معنا الصابلي. من بعد راح نزيد 3 حبات بيض، راح نزيدهم تدريجيا. اللي كانت تخدم بالبيترا كيما غنف نخدم معاكم بالبيترا ندير كل شيء ضربه واحده. اما بالباتور فديروا لازم هاد الطريقه، يعني ديروا الحبه الاولى تاع البيض وتخلطوا بالباتور، تخلطوها يعني تدخلوها مع هذيك الكريمه. من بعد نزيدوا الحبه الثانيه، ومن بعد نزيدوا الحبه الثالثه ثاني. وانا راني نخدم معكم حبيباتي، وبغيتكم دروا كامل تترحموا معايا على خالي وتدعوا له، يعني كل وحده تدعي له بالرحمه وان شاء الله ربي يغفر له ويجعله من اهل الجنه. يعني كانت الوفاه تاعه هي سبب اللي خلاتني نحبس كل شيء، الطلبيات الوصفات، يعني كنت مخبيت لكم بزاف وصفات، هذه واحده منهم. فكل شيء حبسته حتى فوت هذيك الفتره، وراح نولي غير بشويه باذن الله. فما تبخلونيش حبيباتي بالدعوه الخالي بالرحمه. هنا كيما راكم تشوفوا حبيباتي، بعد ما كملت يعني درت هذوك البيض، زدت عطر الليمون وزدت ملعقه نتاع النشا وزدت خلطهم مليح بالباتر. ومن بعد هنا راني نزيد في الفارينه، يعني هذه المرحله. يعني قلت لكم بعد ما كملت البيض زدته، درت عطر الليمون ولا تقدروا ديروا عطر الفانيلا، وزدت ملعقه تاع نشا. ومن بعد بديت نزيد في الفارينه حتى نتحصلوا على عجينه تكون طريه ومتماسكه في نفس الوقت، يعني كيما راكم تشوفوا. هنا مباشرة يعني ما خليته لا يريح لا والو، جيت ديريكتومون نحله فوق كيس بلاستيكي. يعني انا دائما نخدم بهذه الطريقه، نجيب كيس بلاستيكي هذوك الكبار اللي راهم ينباعوا، كيس بلاستيكي ونحل فوقه العجينه تاعي. هنا من بعد عندي هذا الطابع كيما راكم تشوفوا، الطابع هذا تاع اللي يجي كيما القوارب تقريبا نطبع به. يعني انا بغيت ندير اليوم هذا المول، وصراحه انا يعجبني هذا المول، نخدم به تقريبا بزاف وصفات، تعجبني بزاف هذا الطابع. فاليوم تاني بغيت ندير به هذا النوع نتاع الليمون. راني نوري لكم في السمك تاع الحبه، راح نكمل يعني كامل نطبعهم يعني بهذا الشكل. وانا راني مسخنه على الفور مقبل على 170 180 درجه، ندخلوهم حتى يطيبونا يعني، ومن بعد نعاودوا نخرجوه. من بعد جيت نخدم سوبر كريم تاع الليمون. عندي ثلث الكاس، يعني كاس تقسموه على 3، الثلث تاعه فقط ديروه عصير ليمون، وزدت عمرته ما، يعني هذاك الكاس عمرته ما وخليت شويه فقط، يعني قيس اصبع واحد. يعني هذاك الكاس عمرته خليط بين عصير الليمون والماء، وخليت قيس اصبع واحد خاوي، يعني نورمالمون راكم فهمتوني. زدت تاني ملعقه صغيره بومبي نتاع النشاء، يعني ملعقه صغيره عمروها مليح، ولا ديروا ملعقه كبيره ممسوحه نتاع نشاء. بالنسبه للسكر ديروا 3 ملاعق حتى 4 ملاعق، يعني حسب الذوق. ومن بعد درت هنايا لاباتاغوم نتاع الليم، يعني اللي هي عطر ولون في نفس الوقت. خلطهم مليح كيما شفتوا مع بعض، ومن بعد راح نديهم فوق النار حتى غلالي الخليط تاعي واختار لي شويه.
هنا وهي عاد سخونه جيت صفيتها يعني من اي تكتلات ولا حبيبات ولا نصفوها كامل يعني باش تجينا صافيه وشابه. بعد راح نخليها هنا تبرد تماما. نشوفوا بعد ما بردت لي شوفوا كي تولي يعني تتقال لكم شويه وتعطيكم قوام بزاف شباب، والبنه تاعها احسن واحسن من تاع برا. هنا خليتها على جهه وجيت نستخدم كريمه الزبده بذوق الليمون. درت هنا 300 غرام نتاع زبده، زدت عليها 200 غرام تاع سكر كلاص اللي كنت صفيته طبعا، وزدت 4 ملاعق نتاع الزيت. هنا الزيت كي نديروه يعني يعطينا خفه للكريمه نتاعنا. من بعد هنا بالباتر كيما راكم تشوفوا نخلط هاد المكونات مع بعض يعني ونحاول ندربهم مليح مليح يعني حتى تحول لي الزبده من اللون الاصفر الى اللون الابيض. شوفوا يعني اللون تاعها يتبدل ويولي رايح للبيضيه كيما راكم تشوفوا. شوفوا يعني وتدربوها مليح مليح يعني باش تجيكم خفيفه لازم تدربوها مليح. هنا زدت يعني بعد ما دربتها مليح زدت عليها 3 ملاعق نتاع عصير الليمون. طبعا كي تعصروا لي مصفوه يعني حتى كيف سوبر كريم كي دروك يعني صفوا العصير تاعكم بعد ما تعصروه. زدت عليه قلت لكم 3 ملاعق عصير الليمون مع عطر الليمون تاني اللي كان بدون لون يعني هذاك عطر الليمون اللي ما فيش يعني داك اللون يعني يجي بيض عادي. هنا شوفوا نتحصلوا على هاد لاكريم. بعد هنا غادي نزيد عليها حوالي 2 ملاعق نتاع هذيك سوبر كريم اللي كنا خدمناها مع بعض. هذه غادي تزيدها ذوق وبنه وانتعاش نقول لكم ما شاء الله. شوفوا غادي تجيكم هاد لاكريم فيها نوع من الحموضيه مع واحد الخفه ما شاء الله نقول لكم يعني. وصدقوني السوبر كريم كي تخدموها وحدكم في الدار تجيكم اكثر من يعني اكثر بنه من اللي تشروها من برا. تاع برا يعني ما تجيش فيها كاع بنه الحموضيه تجي عادي لا كولور وشويه هكا ما تتبنوش كاع ديك الحموضيه تاع الليم. بصح كي تخدموها وحدكم في الدار تجيكم احسن. نشوفوا يعني الصابلي تاعي يعني بعد ما برد وسقمته وستفته. شوفوا راني نلصق فيه دروك بهذيك كريمه الزبده اللي كنا خدمناها مع بعض. شوفوا نديروا يعني في الاطراف كامل كريمه الزبده، وخليت فراغ في الوسط اللي كنت عمرته بسوبر كريم اللي كنا خدمناها مع بعض. وبالمناسبه تاني هاد السوبر كريم تقعد لكم لفتره طويله يعني ما فيها لا بيض لا والو، غيمه عصير ليمون سكر و مايزينا يعني هذه تقعد لكم لفتره طويله عادي. انا راح نكمل كاع الحبات تاوعي لصقهم بهذه الطريقه. من بعد راح نديرهم في المجمد يعني في الوقت اللي نخدموا الطليه وهي يعني تتماسك لنا شويه الكريمه ومن بعد نخرجوها. بالنسبه للطليه درت فيها فنجال تاع حليب، فنجال تاع المزهر، فنجال ناقص شويه نتاع عصير الليمون. من بعد خلطتهم مليح مليح بالفوي. من بعد زدت عليهم تاني فنجال ناقص شويه نتاع الزيت وتاني خلطوهم يعني هاد الاربع مكونات ولا السوائل تخلطوهم مليح مع بعض. راح نزيد ملعقه صغيره نتاع ملون ابيض. هاد الملون ضروري ديروه كسوا درتو هاد يعني لون اصفر احمر اخضر اللي درتوه المهم الملون الابيض يعدل لكم اللون وما يخليلكمش الطليه تاعكم يعني كي ديروا الحبه ما تتعرى لكمش الطليه تاعكم ولا الحبه تاعكم ما تتعراش. المهم ضروري ديروا الملون الابيض. من بعد انا راح نديرها باللون الاصفر كيما شفتوا يعني درت لها ملون اصفر بودغ ولا كان عندكم ليكيد تقدوا ديروا ليكيد عادي. من بعد نبدا نزيد لهم في السكر كلاص وضروري نصيروه يعني السكر ضروري نصفوه. بالنسبه للسكر ما كاش كميه معينه يعني تبداو تزيدوا في السكر تاعكم وتخلطوا يعني حتى تحصلوا على الطليه تكون يعني دوك نوريلكم القوام تاع الطليه اللي نحصلوا عليها. يعني انا راني ندير ونخلط وتاني غادي نزيد حتى نتحصل على القوام المناسب. القوام اللي تتحصلوا عليه شوفوا يعني يعطيكم خط يتقطع شويه وتكون ثقيله نوعا ما تخلوهاش خفيفه. هنا راح نخليها ترتاح شويه. من بعد راح نجيب الصابلي تاعي اللي كنت درته فوق يعني هذا الشبيك. انا غير راني نوري امامكم بعد نديرهم في شبيك كبير. ومن بعد هذه الطريقه يعني تاع الكلاصاج طريقه سهله وعمليه يعني اكتشفتها غير كيما وليت دائما نخدم بها. نعمر الطليه تاعي في لابوش جوطابل كيما راكم تشوفوا ونحط الحبات تاعي نستفهم فوق الشباك ونبدا ندير عليهم هاد الطليه بهذه الطريقه يعني بلابوش تجيني خدمه نقيه وفي نفس الوقت بالخف نكمل يعني طريقه جدا عمليه. يعني اليوم حبيت نشارك معكم
الطريقة كاملة اللي راني نخدم بها، يعني خاصة اللي يخدموا الحلوى وكاع غادي يساعدهم هاد الطريقة. هنا شوفوا من بعد نجي نقطرها بهاد الطريقة يعني ولا ننفضها باش يهودوا لي كاع دوك الزوائد بهاد الشكل. يعني واحد 2 مينوت ولا مامبا، يعني مامبا 2 مينوت. تحاولوا تقطروها يعني مليح باش تهود لكم كاع هادوك الزوائد وتخرج لكم الحبة صافية. اليوم بغيت نشارك معاكم يعني كل شيء من الاول للاخير باش تستفادوا. راه العيد جاي ان شاء الله باذن الله، يعني اي وحده تكون باحثت لها، ونعرفوا بلي كامل تقريبا نبغوا صابلين تاع الليمون. اذا هنا انا بعد ما نكملهم ونخليهم ينشفوا، جيت هنا خدمت هذا الموتيف يعني اللي راح نزوق به بهذا البلاستيك يعني تاع الشوكولا، يعني الخاص بالشوكولا. خدمت هاد الوريدات كيما شفتوا بالشوكولا البيضاء، ومن بعد درت لهم نكخه يعني باش يولوا لامعين، وراح نزوق بهم الصابلي تاعي. نصب لي بعد ما نشف تماما، جيت نلصق هذاك الموتيف يعني بالطليه اللي كانت بقات لي. ندير شويه من هذيك الطليه فوق الحبه تاعي فوق الصابلي تاعي، وبعد نحط هاد الموتيف تاع الشوكولا. بالنسبه للتزيين يقعد ليكم اختياري، انا فقط بغيت ندير هاد التزيين يعني وصراحه عجبني وحتى عجب الزبونه تاعي. وانتم يعني كل وحده دير التزيين اللي يخصها. هنا عندي هذا الناكري السائل كيما راكم تشوفوا. جيت درت هكا في الوسط تاع الوريدات هادوك، يعني عطاني لمسه بزاف شابه. وشوفوا هنا حبيباتي، بعد ما كملت الصابلي تاعي درته في لي كيسات ودرت له هذوك تاني الفينه ولا هذوك لي نابرون. يعني شوفوا المنظر تاعه جا بزاف شباب، الذوق شنقول لكم جا ما شاء الله روعه. وقسمت معكم حبه يعني باش تشوفوا القوام، باش تشوفوا الصابلي تاعي كي يخرج صدقوني هشيش يتفتت في الفم. وديك الكريمه تجي بزاف منعشه وهايله. وبالنسبه للسعر تاع هاد الصابلي يعني احنا عندنا نحسبوه 130 الف، يعني اللي تكون فيه سوبر كريم من الداخل وتكون هذيك نابرو ولا الفينه هذيك تحسبوه 130 الف. الا حسبتوه بالحبه تحسبوه من 6000 ونص حتى ل 7000 للحبه، يعني مع غلاء الاسعار وكاع ربي يجيب الخير. والله قد ما تدو فيه قد ما نقول لكم قليل. اذا حبيباتي نتمنى تكون نالت اعجابكم الوصفه تاع نهار اليوم. وإلا كانت عجبتكم هاد الطريقه تاعي نتمنى تجربوها. وما تنسونيش حبيباتي بالدعم تاعكم، خلوا لي لايك وتعليق وفرحوني حبيباتي بالبارطاج تاعكم، وتهلاو لي في رواحتكم. الى الملتقى في فيديو جديد ان شاء الله. سلام.